سنتين ما شفت ولدي، ما شفت ولدي أنا. ثاني عيد رمضان وأنا ما أشوف ولدي، والثاني يعلموني منه أشوف ولدي ما خلانيش أشوف ولدي وهو معه داخل السيارة. أنا طالب المسؤولين في اليمن والإعلاميين أن يوصلوا قضيتي إلى السيد عبد الملك بن الدين الحوثي ورئيس الجمهورية ورئيس القضاء الأعلى والنائب العام، ينظروا لقضيتي. أنا مظلوم، أنا إنسان فقير، ما أقدر أدافع عن ولدي. الآن ولدي يعني يضيعوه ولا يضيعوه، أنا ما عندي سلفتي أصرف والقضية في وصال. يعني أنا بعت ما أسلك ورهنت بيتي، هذا اللي كنت أسكن فيه بناتي وعيالي الآن أرهنته. معلوماتي على ولدي يختطفوه وصاب السافل، في وصاب السافل أقسم لكم بالله على كتاب الله هذا إن ولدي عند أمه في وصاب السافل وأخوه، والآن سنتين يشرعوني على ولدي، عمره 2 و10 شهور. الآن أمضى عندهم 4 سنين ونص عمره الآن. الولد الصغير اسمه أيمن وغيرت اسمه لأنس، والمرة الأخيرة ما خلونيش أشوفه. أنا أناشدكم بالله أن تنصفوا لي منهم، أنا إنسان فقير لا أستطيع أن أشارع بعد كذا على ولدي. غرموني 2 لا عندي الآن حق الصرفة. أناشدكم بالله المثقفين اليمن، المشايخ اليمن، أناشد الشعب اليمني بأكمله أن ينصفوا لي من أصحاب وصاب، أصحاب وصاب السافل بن أحمد اللي أخفوا ولدي، اختطفوه وأخفوه الآن 2 ويقولوا ولدي معي. ولدي عند أمه نزلت هي وخواتها 3 وهي الرابعة كلهم بعيالها، والآن يقولوا إن ولدي عندي. أول ما وصل يحبسونا يقولوا ولدك معك. ولدي مش معي، لا حصلتنا صفة لا من النيابة ولا من المحكمة ولا من إدارة البحث. أنا أريد العدالة، أريد تحويلها صنعاء، أريد تحويل القضية صنعاء. محل إقامتي أنا في صنعاء وكانت معي هنا في صنعاء، ونزلت هي يوم 27/5/2023 ويوم 28/5 أخبأت ولدي. أقسم بالله العظيم إني أقول له الحق ما غير الحق، وهذه شهادة لله وتبرير ذمة. أول حاجة جوا لي أصحاب ولدي عادل وأكرم الحمدي، قالوا جيت توسط عند أصحابكم إن الولد نبزي والولد. قلنا تمام سعر بس إنه عند أحمد الحبيشي. وصلنا عند أحمد الحبيشي قال مشوا عنده الولد ولا هو داري ولا إنه ما ابنه إلا عنده أصحابه. قلنا سعر جسنا بعض روحنا جسنا يومين قالوا خلاص حنتصل له فيصل أخوه والولد عنده حنتصل له وهو تهم معانا. قلت لهم سعر أنا ما اللي قالوا لك حنتصل له؟ أصحابه صعب عادل وأكرم والناس جنبهم. أيوه. في جاء بعد 4 أيام اتصلوا لي قالوا قال جاء فيصل الحبيشي جي عندنا الحصبة. استاذ عندهم الحصبة أين فيصل الحبيشي؟ قالوا هذا فيصل الحبيشي. بروني على شخص وبنسأله قال أنا فيصل الحبيشي من حبيش. قلنا حياك الله من بيت العمري. قلنا حياك الله. وأنت ما تعرفه بالمرة؟ ما أعرفش أنا بالمرة. أنا الرجال اعترفني إن الولد عنده، فهم لا؟ وإنه زي ورانا صورة الولد إن الولد عنده. وزيد قال إن احنا صبحنا عنده قبل يمكن قبل 2 شهر أو 3 شهور، تمام لا قبل الواقعة يعني قبل ما ألقاه. نحن صبحنا عنده في البلاد، إنه لقاني في البلد وصبحنا عنده، وطلع معنا فوق السيارة ووصلناه لا داخل أب هو الولد. وهذا الكلام حصل؟ ما حصلش الكلام ذي. ما اصطبحتوا عنده؟ ما اصطبحنا عنده ولا شيء غير بس احنا بنجرجر الرجال على أساس إيش؟ نكون محضر عليه شهود. تمام نكون شهود. واعترفنا بكل حاجة. قالوا خلاص أنت تكون شاهد. أنت ومن؟ أنا وأخي واحد ثاني. أيوه. وبعدها مشينا جسنا 43 قالوا خلاص نطلق شهادة للنيابة على طول. لأن الرجال اعترف أمامي أن الولد عنده. ما قال؟ أيوه ما قال. أن الولد عنده، اعترف أن الولد عنده. وتوسطوا إنه يرجع الولد؟ بنقول له خلاص رجع الولد. قال ما عاد رجع الولد إلا ما يروحوا مرة أخي مرة أحمد أخي. أيوه. المهم جسنا 43 أيام لو قد اتصلوا لي قالوا يلا جينا نختار وصار الشهد ما حصل أمامك ما اعترف فيصل. قلت على طول صرت معهم لا داخل وصار. فعند وصلنا العشي ذاك العشي جالسين احنا في فندق
لقينا جاء الشيخ وليد وكرم وعادل وناس ثانيين، وبعد جالسين بيتجابروا جنبي هناك. قالوا قد حصلوا من بز الولد، لقوا صاحب الموتور الذي بز الولد اسمه الخادم، هو الذي بز الولد من الصرقريه وخرج لا زفلت. فهم لا؟ ولدته خالته، من اللي بيقول هكذا؟ وليد واكرم الاحمدي يحاكوا عادل. قالوا قد لقينا الذي بز الولد، لقينا صاحب الموتور الذي بز الولد الخادم، وزقمه عضو المجلس المحلي. ورجع بعدها يظللوا على من؟ على الخادم، ما يشوف يظهروا الخادم. فقام الخادم حق الطريق التبيع ودى زلط من رئيس المجلس المحلي على اساس انه ما يجيش يعني يدي افاده. كنتم طالما انتم قد دارين ان الخادم بز الجاهل اذا غريمكم الخادم. قال ماشي ندخله هذا، احنا ندخله عن جاء نتفرض ولا شيء، عن جي شهادتك على ما فيصل انه يعترف امامك. قلت له على وكلني يوم ثاني للنيابه، وصلنا بالنيابه اديت شهادتي ورفعت محضر في النيابه واديت شهادتي على ما اعترف لي هذا فيصل اللي يقول انه فيصل حبيشي. روحنا، بعد ما روحت بعد يمكن ب 10 ايام او 15 يوم اتصل بي الشيخ حقنا الله المستعان. قلت ليش الله المستعان ما به؟ قال تشهد على فيصل حبيشي. قلت شهدنا شهاده واقعيه، الرجال اعترف امامنا ان الولد عنده. قال تعرف فيصل حبيشي؟ قلت انا ما اعرفش. هنالك بزني عند واحد قالوا هذا فيصل حبيشي. من بزني اصحابه صار اللي اكرم ووليد وعادل، قالوا هذا فيصل حبيشي. فقال لي انت ما تعرف فيصل؟ قلت ما اعرفش من سابق. قال والله اديت لك صوره، قلت تعرف اللي اديت لي صوره. فقام ارسل لي بصوره صوره فيصل حبيشي. اجي ارسل لنا صوره مختلفه، مش الصوره يعني فيصل حبيشي الذي لقيته واعترف امامنا. ايوه طلع واحد ثاني. كنت اذا شهادتنا تعتبر باطله، وليس لا يصل من الصحة، لكن أنا أعترف على الإفادة من عند الأمين الشرعي وأبطل الشهادة. سنة عند الأمين الشرعي وبطلنا الشهادة وفعلنا الإفادة أن الذي جاء الدولة عندنا ووريني عليه إنه فيصل حبيشي، واتضح لنا في الآخر إنه مش فيصل حبيشي. قرروا علينا بواحد اسمه فيصل حبيشي، هو مش فيصل حبيشي ولا شيء، واحد من وصفه منين والله ما ندري منين. أنا فعلنا إفادة وديتهم الإفادة فرس بزر الإفادة لنا في النيابة. اتصل بي عضو النيابه، اتصل بي واحد قال عضو النيابه. قال ما قلت يا اخي الموضوع ما فيه الدولي. واحد قال انه فيصل حبيشي والاخر اتضح لنا مش فيصل حبيشي، واحد ثاني. غروا علينا بواحد باسم فيصل حبيشي ولما الدولي صورة فيصل حبيشي الاصل وانه مش فيصل حبيشي الحقيقيه. غروا علينا بواحد ثاني، وهذا شهاده لله. ويعني تراجعت عن شهادتي وديت افادتي بورقه من عند الامين الشرعي وارسلت لهم عند النيابه. قال لي يعني هذا شهاده، هذا شهادتي، لان شهادتي تعتبر باطل وليس لا يصير من الصحه، لانهم غروا علينا بواحد اسمه فيصل حبيشي. رجع بعدها فيما بعد اصحاب وصاب بيتراشوني ما بالله يسر ولا شيء. اكمل شهادتي قلت ما عاد يسرش، اغرونا بزلط انه مع الدوله نزلط، قلنا ما زلطكم خلاص زلطكم لكم. ومن هنا رجع بعدها يهددوني بالقتل ويهددوني بالاختطاف، يهددوني من هذا اكرم الاحمدي اتصل بي ويهددني انا على عاد اخطفك، انا عاد قلت لك انا عاد الدنيا. قلت يا اذا بيض الله وجهك ما في لاسك وعليه. فقمت اتصلت انا للشيخ حقنا فؤاد الحبيشي وقال خلاص خلي علي، ومع ذلك تواصل معهم ولا لحدك ولا. جاء لي احمد الحبيشي يا منعه على اساس ان انا ادي الافاده حقي بموجب الافاده الذي فعلتها عند الامين الشرعي، وادي الافاده واقول هذا بريت ذمتي ان الشخص الذي اداه لنا مشوا فيصل حبيشي، وانما واحد ثاني غروا علينا بواحد اخر مشوا فيصل حبيشي، وهذا الشهاده لله. وهم قد اعترفوا امامنا اصحاب وصاب في الفندق ان الولد بزه الخادم صاحب المصر، وهم دارين اصحاب وصاب انه بزه الخادم ومضللين على القضيه وهم دارين اين الولد. وليش ما يضغطوا على الخادم يعترف؟ والله لو يضغطوا عليه يعترف سواء مكان احمد ولا هم قالوا بيقول مس اكرم قال انه بز الولد من عند خالته، ان خالته ادت الولد للخادم والخادم بزه. هم هذول الاثنين طرف الخيط. هذا اللي سمعت اكرم ووليد وعادل بيتجابوا بهذا المجبر. هذا اللي سمعتهم داخل الفندق قبل ندي شهادتنا المحكمه في النيابه. وهذا ما عندي والله ما اقول شهيد، وهذا براء ذل الذمه وما ايش يتحمل باي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والخادم من هو الخادم؟ واحد خادم من عندهم من هناك من القريه. قد مسكوه؟
مسكوه حبسوه وكان محبوس وجلس محبوس يخرجوه يدخلوه لأنه قالوا إنه هو اللي بزه. طيب بزه إن وداه ماذا؟ قال لك ما يعرفش عن ولدي ولا يعرف كيف هو. يقول له يا قاضي أنا لا أعرف الولد ولا أعرف الأم ولا أعرف الأب بزوني كذا. طيب هذا الشيخ وليد يقول للخادم شله وبدي هم بزموه هذا هم مخبر بأنفسهم. أنا الحين لما أتكلم يقول لك تدافع عليه إن الولد ما هذا اختصاصهم إن ودوا ولدي. يعني اتهموا وليد اتهموا أختها. أنا أشتي ولدي هنا ولدي راح ما نخرجوه وندموه يكونوا تجار في البشر ويستروا عليهم. ما دخلهم من صنعاء إلى وصال متعاونين كلهم مع بعض. ايش اسمه ولد أختها وزوجها. أختها وزوجها تتكلم تقول إن ولد أختها يتصل لخالته اللي هي أم ولدي يقول لي أنا رايح أشتكي بأمي إن الولد مخبى عندها. هي تقول لها أم الولد زوجتي تقول له لا يا نجيب لا عدنان الكندي اللي هو مدير البحث لا عرف رايح يمسك أمك. رجعت هذه سعاد تسأله تقول له ليش سميناها بالاسم اللي تقول له ليش ما تخلوش يبيننا بالحقيقة. ايوه كيف قلتوا وصل نجيب من داخل صنعاء لا عند خالته. ايوه وبعدين عندما وصل عند خالته كلمته بدا طالع عند الاداره وانا مسجون باللحم. نجيب عبد الله احمد الاحمدي. ايوه نظر نفسه وقامت تقول له اشهد على خالك عدنان. اي ما يقول على القصه يرجع قالت خالك عدنان اشهد عليه ان الولد معه. قال لي يا خاله هذا مش معقول خالي عدنان مش شاهد الخبر. قالت له الا اشهد بس. وصل نجيب لعندي الإدارة وأنا مسجون. قام كلمنا بالكلام هذا. أنت عدنان؟ أنا عدنان بن سعد عدنان الأحمدي. حياك الله. الله يحييك. وبعدين نظر بنفسه وقام نجيب وصل عندي الإدارة وقام يكلمنا بهذا الكلام. أيوه. أنا بزق نجيب ودخل عند عبد الله سالم كاتب الإدارة الأمن. أيوه. وكلمكم قدامهم. قال له اسمع نجيب ما يقول. قام نجيب تكلم قال له ما هو. قال له ان خالتي تكلمنا تقول لي رجع القضيه قالت عدنان. سميها. يعني جهلت محمد. ايوه خالتي هدى. ايه. تقول لي رجع المساله جهه عدنان. اوه. وانا قلت له لا يا خالي عدنان مش يعمل شكله. قام وصل نجيب وكلمنا وانا تكلمت قدام الاداره وجبت نجيب تكلم قدام عبد الله سالم. ولا في اداره الامن ولا دخلوا بين المحضر. ما فعلوا شيء محضر. ما عملوها بين المحضر. اوه. لا ادري ما هو السبب. يعني نعم. آخر شيء يا شيخ. ايوه. ده الحين عبد مسعد إما كردها من البيت. قال لها يلا كل واحدة بيتك. أنت سعاد. أيوة. سعاد نعم. أنا سعاد لما آخر شيء بعد ما كردها عبد مسعد من البيت. ايوه. كل واحدة سارة بيت زوجها سارة للحج وأنا بالجمعة. ايوه. جلسنا يوم الثاني وأنا أجيب اتصل بهدى. قال لها يا هدى اسمعينا يا خالة هدى أما أنا والله طالع أشهد له الفندم عدنان. قالت له ما تشهد له؟ قال لي أنا أشهد له إن الولد مع أمي. مع أمه من؟ مع أمه. مريم. مع مريم. قالت له لا يا نجيب. تقول هدى. تقول لا تقول لا نجيب. أنا اسمع هدى تقول لا نجيب. لا يا نجيب والله تتكلم. مش فلتوش لأمك والله ما يفلتولي. آخر شيء قال إلا والله ما أنا طالع يا خال أشهد. لما آخر شيء هو سمع كان هدى ما تصيح على نجيب تقول له لا يا نجيب لا تتكلم بهذه الكلمة لا يا نجيب. ورجع سكر التلفون. قال كلا يا نجيب يا هدى ما يقول لك نجيب. قال لك شي يطلع يشهد على أمه إن الولد معي. قال كلا ليش يا هدى ما تخليه يطلع يشهد؟ يمدينا نتيجة على الولد. نعم طالما هو مع مريم. أيوة. قام هدى قال أقول لك ما إلك منه ده الحين كنا نتحارش هو أمه. هدى أم الولد. أيوة. تقول أيوة هدى أم الولد استخطر. تقول له نجيب. تقول له نجيب. اللي اتصل به. لا يا نجيب لا تهدر قدام الفندم عدنان والله ما يفلتوا لأمك. بعد ما سكر هدى التلفون قال كلام يقول لك نجيب. قال لك شي يطلع يشهد للفندم عدنان اللي ولد مع أمه. قال كلام أنا ليش تصيحي عليه؟ ليش ما يطلع خليه يطلع عندنا نتيجة؟ ليش ما تخليه يطلع عندنا نتيجة على الولد آخر يظهر؟ قال أقول لك ما إلك منه الحين يكون تصايح وأمه. ما إلك منه. تصايح وأمه. نعم تشتينها علشان. ما نستاهل. نعم. واحنا التكوف احنا روس
سنة. علشان انها تشوف الخطه انها تنزل. انا بجيب لهم من هون من اداره الامن هون حق صنعاء. ليش ما تخليه بيني بالحقيقة خارجنا إلى الولد؟ قالت لي لا ملك منه، هو زعله أمه. كيف زعل أمه؟ وهو في اتصال أول منه يتصل لمحمد فؤاد يقول له اديني أمي الولد موجود. الآن الو وين أمي؟ والله أنا ما أهلاشنا ما حصلوش صح الولد؟ ولا عادوا ما حصلوش. الولد موجود. أينه؟ موجود. أنا علي الولد. أنت ناوي له بالتلفون الآن؟ مع من؟ ما جبت يقول لك ما أنا شهبال. ناوي له بالتلفون. من أمكن؟ أمي. أمك ما نشينا. وينك؟ أنا عند الفندم. عند الفندم إيش؟ اللي هنا. يلا خلاص بس أنت لا تقول لك نفس ما قلت لك أنا. بس ما هو. خلي الخبر سكتة. أنا ما بال أنا كلمتك هذا الخبر بس خلي الخبر سكتة. يلا مع السلامة. أي ما قلش كيف تتصل تقول هذا الولد موجود. الولد موجود ادي أمي يعني يدي أمه. وثاني يوم الاختطاف. ثاني يوم الاختطاف الاتصال صار بينهم بين. لما أطالبهم هناك أقول لهم هذه المكالمة جاءت إلى ولدين. هذا يقول الولد موجود. هناك لما أنا في عضو المجلس المحلي لما رحت مدير قسم المشرافة سمعت الكلام قال لي محمد عدنان يا خال تعال في مكالمة من نجيب دعبوس لمحمد فؤاد إن الولد موجود. كلمت مدير الأمن كلم هذا شو اسمه عضو المجلس المحلي قال له في مكالمة إن الولد موجود. أخذ التلفون واتصل بعدين قال له هو كلام يا مدير. كلام يا مدير. يعني يضيعوا ولدي. إيشهم في الشعب هذا لو يكونوا تجار في البشر ما دخلهم في ولدي. أنا إيش دخلهم في ولدي الآن سنتين ما شفت ولدي. ما شفت ولدي أنا. ثاني عيد رمضان وأنا ما أشوف ولدي. والثاني يعلموني منه الشيخ ولد ما خلانيش أشوف ولدي وهو معه داخل السيارة وعلى جنب إدارة الأمن. رحت أقول له هل أشوف ولدي أعمل له صورة. قال ماشي. المرة الثانية دخلوا الشيخ وليد. الشيخ وليد هو اللي بدهم يجيبهم ويرجعهم. هو اللي أخذ يرسل الفلوس من البحرين يشرعوني على ولدي. الموضوع عنده أخ لا بين أي خلاف في عنده أخ ما دخلهم هذولا. الشيخ وليد ما دخلوه ولا أخوه في البحرين ما دخلهم في ولدي. نزلت يوم أول ثاني يوم يختفي ولدي. أنا طالب السيد عبد الملك الحوثي أن يصرفني من هذولا إلى أن أشتي ولدي الآن. سنتين وأنا ما أشوف ولدي. قضيتي أنا بصنعاء. أنا طالب السيد ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية. أنا ساكن في صنعاء وزوجتي كانت في صنعاء. أنا أريد قضيتي تحويلها صنعاء. أنا طالب النائب العام ينظر لقضيتي هذه ويحول لي ملف صنعاء. أنا ما استطعش أنزل. أنا كبر سنية خلاص. أنا شيبة ولا عندي دخل. فاشتي عيالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.